فاليريا بنت كانت عايشة هي وأمها والحياة كانت ماشية معهم تمام لحد ما أمها جالها مرض معين، والمرض ده كان محتاج فلوس، فقررت فاليريا إن هي تشتغل عشان تجيب الدواء للأم. بس هي وقاعدة في الشغل كان في كذا واحد شغال يراقبها من بعيد عشان معجب بها، ففاليريا هتطنش الموضوع ده. بس مع مرور الوقت هيحصل كذا حاجة، فكمل الفيديو لحد الآخر عشان تعرف إيه اللي حصل مع فاليريا المسكين. الساعة 9:30 بالليل. أوه شكله ده بيتي صح؟ البيت شكله مبهدل شوية. أهو يا جماعة أهو أنا جيت أهو. إيه ده؟ إيه الوش ده؟ ليه مربع؟ المهم سيبكم من الوش، بيقول لي اغسل الطباق الوسخة. ماشي يلا بينا. أول حاجة ناخدها بالكليك يمين، أوكي. ناخد الليفة، نعمل إيه؟ بيقول لي دوس إيه عشان تتنضف. أيوه كده بننضف الطباق. يقول لي انا عايز احط الطبق ده هنا عشان اغسله، يعني ارميه في الحنفيه. ليتس جو. غسلنا اول طبق، خش على الثاني، ارمي، خش على الثالث، واخيرا كده نكون خلصنا غسل الطباق. بيقول لي تاني حاجه امسح الارضيه. يلا بينا ليتس جو، ارمي الليفه دي ويلا بينا ننظف الارض. يا على الملل، بياخد وقت طويل عشان يمسح حته واحده. بصوا الحتت دي كلها. كده نضفنا البيت بتاعنا، البيت بقى فل يا جماعه. انا بصوا بقى نظيف ازاي. ايه ده؟ في حد بيكح يا جماعه. امي فين دي؟ خلينا نشوف امي فين. في باب هنا. أو امي دي صح؟ تعال نكلمها. امي انت لسه ما خدتيش الدواء لسه؟ استنى عليا شويه، انا اروح احضر كده شويه بيض كده حلوين واديهم لك وبعدها تاخد الدواء. يلا بينا يا جماعه نحضر احلى بيض للام. امي اصلا شكلها تعبانه. اوكي بيقول لي اطبخ البيض. معلمنا هنا. ماشي اخذنا الطاوه، لازم افتح النار على الطاوه دي واحط عليه شويه زيت. اول حاجه ارمي الطاوه. فين الزيت بقى؟ هو ده؟ هو الزيت. يقول لي ارمي بيضتين. البيض الثلاجة ما تتفتحش يا جماعة، يعني البيض مش في الثلاجة ازاي؟ هو البيض. يلا بينا ارمي البيض، خليه يتحضر كده واعمل له احلى طبق بيض. لازم اخد طبق عشان اقدر اخد البيض ده واخد معاه رز. الطبق ناخد البيض. معلمنا على هنا مخزنينه في الحته دي. حلو، اختراع حلو. يلا بينا نروح للام. خد يا امي احلى طبق بقى. اللاعب وقف. هاكلها دلوقتي وكليك يمين. باكلها. كل يا ام كل لحد ما تشبعك. هي كترت في الاكل يا جماعه. هو الاكل مش عايز يخلص ليه؟ اكلتها 5 مرات. خلص كويس. بس وكده نكون اكلنا الام. كده فاضل ان انا اروح اجيب لها الدواء. يلا بينا نروح على الثلاجه نجيب لها الدواء. ارمي الطبق هنا، افتح الثلاجه. مفضلش غير حبتين دواء في التلاجة بس، ولو خلصوا مش هعرف اعمل ايه. شكله كده انا بقيت افلس ومش هقدر اجيب دواء تاني لامي. هل في نور هنا يا جماعة؟ اي حاجة، عايز اولع النور حتى اشوف هل بتاع في اقباس هنا. كويس. ايوه كده نكون شفنا وش امي. ما علينا ناكلها الدواء، بس اكله له وكده نكون خلاص. يلا بينا نعمل ايه بعد كده؟ الوقت اتاخر، لازم اروح اقفل البوابة. ماشي خلينا نروح نقفلها. برا يا جماعة. ايه الغباء ده؟ يعني حتى لو قفلت الحرام مش هيعرف ينط من هنا لهنا. ما علينا الا ما نقفلها وخلاص. وكده قفلت البوابة. طفي الاضاءات كلها تحت البيت. اول حاجة نطفي الاضاءة اللي ولعناها الام دي. هل الاضاءة دي؟ ايوه بتاعت دي. بس كده انا شايف ان كده خلاص. وفي اضاءة هنا، استنوا. دي قطة يا جماعة. ما شاء الله ما عنديش سرير. خلونا بقى ايه نطفي النور وننام. انا لازم اطفي اضاءات البيت كلها قبل ما انام. ما انا طفيتها كلها. في ايه تاني؟ برا. بس كده قفلتها. بيقول لي سليب. يلا بينا نروح على السليب. نمت واخش في احلى نومه دلوقتي. ايه اللي صحاني؟ ايه ده؟ في صوت رجلين يا جماعه. مين هنا؟ انا سامع الباب بتاع امي اتفتح. لازم اروح اتاكد من الموضوع. يلا بينا يا جماعه بسرعه. قوم تاكد على امك لا يكون في حرامي دخل. يلا بينا. امي مش موجوده. امي هنا كويس. ايه اللي موقفك هناك يا امي؟ الوقت اتاخر، لازم تروح تنامي. انت كويسه ماما؟ ايه ده يا جماعه؟ امي مش قاعده، راحت فين؟ ازاي؟ حلم. الحمد لله طلع حلم. انه مجرد حلم. الساعه دلوقتي 5، لازم اروح استحمى يا جماعه. ده الحمام. يلا بينا ناخد شاور. اللاعب وقف. كده اخد شاور دلوقتي. 5 ساعات في الحمام ليه؟ ما علينا. يلا بينا. لازم اخذ الهدوم كلها قبل ما الدنيا تمطر. ماشي. يلا بينا ناخذ الهدوم. واحدة هنا والثانية. 5 قمصان. كده جمعنا 2 من 5. الثالثة، رابعة، واخيرا الخامسة.
لازم اخد الهدوم دي احطها في اوضتي. الدنيا مطرت يا جماعه، خشوا بسرعه بسرعه قبل ما الهدوم تتبلى. ارميها هنا وكده تمام صح؟ يلا بينا. مين ده؟ انت مين؟ انكل اريا. مش بيتك هو، تخش على طول كده، خبط على الباب يا اخي. بيقول لي فاليريا. شوفوا يا جماعه الاسامي، هو اسمه اريا وانا اسمي فاليريا، اسامي غريبه والله كان في شويه رز في المحل اتسابوا وانا كنت معدي بالصدفه، قلت هي اجيبهم لك تاكلهم في البيت. رز؟ الله، انا بالصدفه كنت افطر يا عمي. شكرا. اخبار امك عامله ايه دلوقتي؟ امي؟ يا عمي، امي كل شويه حالتها بتبقى صعبه والدواء بتاعنا قرب يخلص ومش هعرف اعمل ايه بعد كده. ايه رايك لو جيتي معايا المحل وبعت الرز؟ عم عايزني اشتغل معاه؟ كويس، وانا هديكي كل يوم مرتب عشان تعرفي تشتري دواء لامك. ايه ده بجد؟ انا عايز اشتغل يا عم. ايوه شكرا، مع اني بروح المدرسه من الصبح لليل، بس هحاول اشتغل معاك. تعالي بكره على الساعه 8 بالليل ماشي، عشان اعلمك شويه حاجات كده في يومك الاول. اشوفك بكره، ما تنسيش تاكل الرز. والله يا عمي اقسم بالله اسطوري انت. جاء وجاب لي رز وكمان هيخليني اشتغل. عم ده كان احسن صاحب لابويا قبل ما يموت، هو طيب خالص. انا فرحانه جدا عشان هو قال لي تعال اشتغل معايا، ودلوقتي اخيرا اقدر اوفر الدواء لامي. يا سلام، اقسم بالله يا اخي عمي جميل. جينا على الشغل يا جماعه، بس ده اول يوم نشتغل فيه. لا، ايه الحته المقطوعه دي يا عمي؟ مش هينفع كده. يلا ما علينا، المهم فلوس، عايزين فلوس. هو ده محل الرز بتاعي، بس انا ما بقيت شاي كتير في الليل عشان ابني بقى عيان. عشان كده يا جماعه قال لي تعال اشتغل معايا يعني بالليل. انا دلوقتي اعلمك ازاي تعمل الرز عشان تبيع للزباين. لو مشيتي معايا تمام هديك المفتاح تشتغلي فيه كل يوم. يا سلام يا جماعه عايزين نركز، لازم ناخد المفتاح ده عشان لو اخدناه خلاص كده هنشتغل كل يوم وهنجمع فلوس بالهبل. تعال يا فاليريا. ايوه يا عمي. استنوا في مكبس نور. يا سلام، والله بحب النور يا جماعه. على كده انت قبل كده طبخت رز؟ ايوه يا عمي، انا كنت بطبخه في البيت. كويس، بس الرز بتاع البيت مختلف شويه عن الرز اللي بنعمله هنا في الشغل. انا كتبت لك الوصفه على الورقه دي، امشي على التعليمات ماشي. هي الورقه، تابع عشان تطلع الورقه. يا جماعة، ده كل ده عشان اعمل رز؟ عمي معلش مش عايز اشتغل. خلينا نقرا المكونات. طب طريقة عمل الرز: اول حاجة جيب الطاوة خدها على النار، بعد كده جيب بيضتين اكسرهم، بعدها خد بصلة قطعها شرايح صغيرة، بعد ما تقطع البصل شرايح في طبق اخضر هتاخد بالبصل وتحطه على الطاوة، وبعدها بالطبق الاخضر ده تاخد الرز تحطه في الطاوة برضه. بعد ما تحط المكونات دي خدت صلصة الصويا عليها، ولو عايز الرز يبقى سبايسي خدت عليه شطة، وقلب الحاجات دي كلها مع بعض عشان يطلع لك احسن رز. بس كده قرينا يا جماعة طريقة عمل الرز، وشكرا يا عمي على التعليمات اللي خلتني اتوه دي. المهم اول خطوة كان بيقول ايه؟ سخن الطاوة. اوكي، ولعنا النار. الخطوة الثانية جيب بيضتين. فين هو البيض؟ اهو، هدي ودي ارمي. ترمى الاثنين كويس. ثاني خطوه كان بيقول لي جيب البصل. بصل اخضر. يلا بينا ناخد البصل، ناخد السكينه. قطعه لي بنفسه كويس. بعديها كان بيقول الطبق الاخضر. ايوه في طبق اخضر. خد البصل حطه على البيض، بعديها في رز هتاخده. طب هو فين الرز دلوقتي؟ اهو الرز لقيناه، خدت الرز هنا. الخطوه اللي بعديها كان بيقول لي ضيف صلصه الصويا. يا جماعه الاختيار دلوقتي صعب، انهي واحده فيهم صلصه الصويا؟ هي صلصه الصويا بتكون سودة، فيمكن دي. يلا بينا ناخدها وخلاص. خلاص كويس هي دي حطيناها. اهو في عداد بيطلع، هو ده العداد اللي هيسخن فيه الرز. خلينا نستنى. بس كده خلصنا. دلوقتي بعد ما الرز يجهز خد الطبق الاخضر وبعديها خد فيه الرز. بعد ما تعمل كده خد الرز وخده في الورقه البلاستيكيه، بعديها خد كيس بلاستيك وخده فيه. كده تمام. اول حاجه زي ما قال لي هنمشي على التعليمات، قال لي خد الطبق وخد في الرز. وفين اهو؟ ايوه ده عامل شبه الورقه اصلا. بس خدتين الرز هنا كده بتهيألي بنغلفه، وبعديها خد كيس وكيس. عملنا كده يا جماعه اول طبق رز. يا سلام، في زبون ريزا، اسمه ريزا. انا دلوقتي حابب اشتري 2 رز، واحد سبايسي واحد عادي. ماشي يا ريزا. احنا دلوقتي كده مجهزين رز عادي نديهوله، بس اخذه كويس، مش مضطرين نرجع نعمل رز تاني. هلا نعمل رز السبايسي ده. اول حاجه كان بيقول جيب بيضتين، صلصة الصويا، بعديها الشطة. خلوه له سبايسي. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي يا فاليريا؟ انت بتعرفي تطبخي على كده. بس البتاع سخن يا جماعة. خده هنا غلف، بعدها كيس. بس خد يا معلم اريا. احلى، لا اريا صح، ريزا. ثانك يو.
انا شايف دلوقتي ان انت فهمت الشغل كله هنا. ايوه يا عمي، انا شايف الشغلانه دي سهله خالص، وبقول لك مره تانية شكرا عشان قلت لي تعال اشتغل هنا. كده احنا اتعلمنا يا جماعه نعمل الرز ازاي. خلاص باين. كده يا جماعه خلصنا الشفت الاول بتاعنا. يا سلام، انا فرحانه جدا ان انا بقيت اكسب فلوس. دلوقتي لازم ارجع البيت، وبرضه انا فرحانه خالص ان عمي بقى يثق فيا وهيخليني اشتغل في محل الرز. بس في الليله دي هشتغل لوحدي. يلا بينا يا جماعه، كده بصوا كده ضمننا شغل. الليله الثانيه في كوره هنا. مين ساب كوره جنب المحل عندي؟ ما علينا، انا بقى نفتح محل الرز. بس كده فتحنا المحل. الأرضية وسخة خالص لحد ما الزباين يجوا كده أنا أمسح الأرض. ماشي، خلينا يا جماعة ناخد المقشة. بس خلينا نكنس دي. ملل يا جماعة، ملل الكنس ده والله. لا في زبون. ايه ده؟ لا طفل ده. ابوه جاي وراه. لو سمحت انا عايز اشتري رز. يا حاضر والله، بس استنى شوية بس اكنس الأرض وهديك. بس ودي اخر حته. اخدت المكنسه هنا. انا ليه ما شفتكش قبل كده بتبيع هنا؟ عشان ده اول يوم لي انا في الشغل. عمي اريا قال لي اشتغل بداله عشان ابنه مريض كده شويه، فمن اللحظه دي انا هبيع الرز بداله. انت شجاع خالص. ازاي شغاله هنا لوحدك في المكان ده؟ انا اقدر من الشغل ده ان انا اجمع فلوس عشان اشتري علاج لامي. عشان كده ماشي. دلوقتي انا عايز 2 رز، الاتنين من غير صلصه، قصده من غير شطه. خلينا نجهز له بقى. شغل النار، نجيب البيض بقى. هات بيضة وبيضة وارمي. ده بقى يا جماعة أول يوم ليا في الشغل بعد ما عمي سابني. أنا عايز أوري عمي إن أنا قادر أشتغل أحسن منه. قطعنا البصل، جيب البصل ارمي هنا، خد هنا، بس خليه يسخن ونغلف ونكيس وبعدين ندهوله ونعمل واحد تاني. اهو ابنه يا جماعه. نسيت اقول لك ده ابنه صح. ربنا يخليه لك يا دين. ده الرز جاهز. خلينا ناخد الرز غلف. لحد ما يتغلف هنجيب البيض نعمل الطبق الثاني. يلا بينا، عايزين نخلص كل حاجه سريع. احنا بصوا، هات البصل خدته هنا قطع، ارمي بصل، ارمي رز، وكده الرز جاهز. غلف، كيس الطلب ده وبعديها كيس الطلب الثاني، وكده احلى طبق للمعلم دندا. خد. شكرا يا جماعة. الزباين دول يا اخي ما بيقولوش اي رأي، يعني لازم تقولوا رأيكم يا اخي. يا دندا، لسه ابنه هنا ده ولا دندا؟ ابنك هنا؟ ابنه كان معلق ولا ايه؟ مش عارف. المهم بيقول لي انا عايز ايه؟ بس عايز ايه؟ خلعتني. عايز ايه؟ انا عايز واحد رز سبايسي. ماشي يا عم، ولع النار، ارمي البيض، خد البصل، رز صويا، ونستنى. اهو الرز سخن. يلا بينا غلف. بس اتفضل يا معلم. لا يا اخي، يا جماعه نسيت، كان طالب رز سبايسي، عملت له رز عادي. لا هضطر استنى كل ده تاني. خد البيض، قطع البصل، رش البصل، جيب الرز، حطه في القدر، اسمع الصوت. بس نحط صوص الصويا وبعديها الصلصة. كده عملنا رز سبايسي. اتفضل اهو طلبك. شكرا. ينفع اقول حاجة؟ اتفضل قول. انت اجمل واحدة شفتها في حياتي. انت عبيط يا. خد الرز انت من هنا. استنى يا عم، تعال. الناس ما بقاش عندها احترام. مين ده كمان ده؟ انت فاليريا صح؟ ايوه. ازاي اعرف اسمه هو؟ انت كنت في نفس المدرسة وكنت قاعدة جنب واحد صاحبي فيكتور. يعني هو قصده ان في واحد صاحب اسمه فيكتور وده صاحب فيكتور. جماعة مش فاهم بس نكمل. انت بتبيع الرز هنا ولوحدك؟ فيكتور هيفرح خالص لما يعرف ان انت هنا. انت قصدك ايه؟ انا مش عارفة اي حد بالاسم ده. عايز رز اطلب، مش عايز امشي من هنا. خلاص يا عم، اديني 2 رز سبايسي. لا يا عم، ايه الزباين الغريبة دي؟ اقسم بالله زباين مش عارف اقول فيهم ايه والله. ايه ده يا جماعة؟ صورني. انت بتعمل ايه؟ انا كنت برسل الصورة دي لفيكتور، هو جاي هنا قريب. يا كلب تعال هنا يا جماعه. جرى اخذ الصوت وجرى. تعال. المهم يا جماعه، ايه ده يا جماعه؟ ايه قله الادب دي؟ صورنا وجرى. في زباين عايزين انتوا كمان. بصوا يا جماعه، اسمه غريب فبراير. ازاي ده؟ انا عايز واحد رز من غير صلصه. ماشي من عينيا. لا يا اخي، انا افتكرت الرز اللي عملناه ده من غير صلصه بس نسيت. صح. لا كويس. الرز ده من غير صلصه. حضرتك بتقول ايه؟ ياه، الساعه اتاخرت، انا لازم اروح للبيت. بس قبل كده هنضف الارض شويه. ماشي، خلينا يا جماعه ننظف الارض. نظف. بس انا متضايق من اللي صورني وجرى ده، لما اشوفه بس تاني. بس كده خلصنا تنظيف. يلا بينا، خلينا نطفي النار دي ونطفي النور. يلا بينا يا جماعه نقفل المحل وكده نكون خلصنا الشغل بتاع. مين ده؟
مين ده يا جماعة؟ ده في واحد كان واقف بص عليا، يعني شكله مشكوك فيه الواد ده. يلا الباب مقفول يا جماعة، لازم ادور على المفتاح. ماشي، فين المفتاح؟ هو اكيد تحت السجادة صح. ايوه كويس، خلينا ناخد المفتاح وافتح الباب. يلا الواحد تعب يا اخي، اروح ينام، لازم استحمى قبل ما انام. ماشي يلا بينا، اقفل الباب ويلا نستحمى. اوف الواحد نضف دلوقتي، يلا بينا. اوه امي انت ما نمتيش لحد دلوقتي؟ لا لسه، انا كنت مستنياك لحد ما تاجي. انا كنت بحضر لك برضو البيض اللي انت بتحبيه، عشان انت جايه تعبانه وجعانه صح؟ والله يا جماعه امي دي غلبانه. شكرا يا اخي، انا فرحانه يا امي عشان شايفاك مش تعبانه خالص. ده كله بسببك، عشان انت دايما بتاخدي بالك مني. انت تعبت انت وبتشتغل لحد ما اشتريت الدواء لي. انا بحبك خالص يا فاليريا. ايه يا امي، انا عايز اكلمك عن حاجه. كلمت اتفضلي. انا دلوقتي حاسه ان انا كويسه، ليه ما توقفي الشغل؟ لا يا اخي، لا امي الصراحه انا يعني عايز فلوس لنفسي برضه، مش الدواء بتاعك. قرار صعب. انا مش عايزك تتعبي وانت في نفس الوقت صغيره لسه. انا امي كويسه، انا الصراحه بستمتع لما اجمع فلوس، وانا عايز اجمع لي كده قرشين عشان اشتري بيهم حاجه في المستقبل. لا يا جماعه، لا بيقولوا لي اختار، هل اكمل شغل ولا هل اسيبه؟ يا اخي القرار صعب يا اخي. بصوا انا شايف ان اكمل شغل. اقول لكم ليه؟ بيتنا بيت معفن على طول كده، معفن، فانا شايف ان انا اكمل شغل احسن. فيلا بينا نكمل. بس كده خلاص قلنا لها ان احنا خلاص هنبيع الرز وهنكمل شغل وهنجمع فلوس. الليله الثالثه يلا بينا يا جماعه افتح المحل. بس كده نكون حافظنا على الوظيفه بتاعتنا. هو في واحد جاي. اهلا لو سمحت، انا عايزه اطلب 2 رز بالسبايسي على طول. هعملهم لك. نجيب البيض. فين البيض؟ اهو. بصوا الحركه دي يا جماعه. اجيب البيض من هنا. لا البيض وقع ورا. لا خسرنا بيضتين. بص اسمع مني، اعملها. استنى من هنا وارمي. جبتها شفتوا يا جماعه الدقه. قطعنا البصل خدته هنا. بس الشغل بقى معايا تمام يا جماعه، حفظت كل حاجه خلاص، بقيت اعملهم بسهوله. لا نجيب الشطه. بس الرز جاهز، خلينا نكيسه. اتفضلي. ماشي خلينا نعمل لها الثاني. بصوا اعمل نفس الحركه. لا وقع. ايه ده؟ ها شوفوا يا جماعه البيضه في الزيت مش راضيه تتعمل، مش راضيه تتاخذ يا جماعه. لا قلتشنا اللعبه. يا رب اقدر اعمل بيض يا جماعه. دول اخر بيضتين، اعمل ايه بعد كده؟ خلينا ناخذهم. شوفوا البيضة طارت بعد ما خدتنا البيضتين. يا جماعة لا يا جماعة، كده هنخسر شغلنا بالطريقة دي. لازم نلتزم شوية في الشغل. كده جهزنا البتاع الثاني، خلينا ايه نكيسه لها. اتفضل السبايسي الثاني. عايز تطلب ايه؟ بنت اسمها دارا. انا عايز اشتري رز. هل انت اللي بتبيعيه هنا؟ ايوه انا اللي ببيعه. هل انت عايزه رز مقلي عادي ولا سبايسي؟ انا عايزه واحد سبايسي. ماشي نعمل لها واحد سبايسي يا جماعة. ابو خلصنا البيض، نسيت انا. فين في بيض ثاني هنا؟ في بيض. كويس. بس احنا مش عايزين نخلص البيض ده على التفاهه اللي كنا بنعملها في الاول. خلينا نعمل الاكل عدل كده. خلص ناخده نغلف وبعديها نكيس. تفضل يا دارا. شكرا. في واحد جاي هنا. كويس. تعال قرب على المحل. رز مقلي اسطوري. انا عايز 2 رز من غير شطه. حاضر. بس كده البتاع الاول جهزناه، خليه يسخن. حط الطبق غلف. بس كده الثاني جاهز، خلينا نكيسه وخلاص كده نديله الطلبين. خذ يا أرقى. شكرا. يلا مع السلامة. في زبون. دينا. لا صح، الأول كان اسمه ديندا. أوكي. أنا سمعت إن الرز اللي بيتباع هنا كويس. أنا عايزة واحد رز من غير صلصة نحضر لها. كويس إني عايزة واحد. شغل النار وقفت ليه؟ اكيد الغاز بتاع الانبوبه خلص يا جماعه. انا صح ايوه شفت شويه انابيب هناك. والله الصراحه يعني الانابيب دي كثير. ايه ده؟ في حاجه، في ورقه. خلينا نشوف مكتوب فيها ايه. انا اراقبك دائما اينما كنت يا عزيزتي. يا ناس سيبوني في حالي. ما علينا يا جماعه، خلينا نكمل يومنا طبيعي. خلينا نغيرها. خدت دي والانبوبه دي فاضيه طبعا، خدتها هنا. اوكي كده اشتغل. ايوه اشتغل. بس معلش يعني طولنا عليك في الطلب يا دينا. بس خلاص هيجهز. يا اخي ايه الجليتش ده؟ كده الرز السبايسي جاهز. خلينا ناخد الطبق. خدت الرز هنا. بس اتفضل يا دينا. شكرا. هل انت لوحدك هنا؟ ايوه، يعني انت شايفه في حد تاني معي في المحل؟ انت ما تعرفيهوش؟ معرفش مين. عايز انت بالظبط؟ انا شفت واحد جنب المحل بتاعك، كان واقف عند الباب اللي ورا ده. خلي بالك. ماشي يا جماعه، في واحد هنا. استنى دينا. تعالي. لا خليك معايا. قصده هو ده الباب. انا لازم ارجع البيت دلوقتي. مين
يا جماعة جرى بصوا بالله، ايه يا عم المقالب دي، مين الناس والله لك في المحل مش عايز ابيع، يلا اقفل، يلا بينا على البيت. كل يوم يجي واحد يا جماعة، أنا زيت والله. بس كذا رجعت البيت، أنا حاسة إن في حد جا ورايا هنا. لا يا أخي ما تقوليش إن كان جا ورايا ده جا البيت كمان. أنا لازم أقفل الباب اللي برا والباب اللي أمامي. ماشي يا جماعة، يلا بينا نقفل الباب ده. يا ريتني كنت سبت الشغل يا أخي، يا ريتني كنت سمعت كلام أمي والله. صح كده باين نروح ننام صح؟ خلينا ننام، طفي النور ونام. يا على التعب يا جماعة، اليوم ده كان متعب الصراحة. صدقوني يا جماعة، عارفين مين اللي كان يعني حاسه انه جه وجرى؟ اللي كان صورني، فاكرينه؟ المهم خلينا نبدأ شغلنا النهاردة، اليوم الرابع بتاعنا في الشغل. نولع الزيت بعدين نستنى الزباين. اي حد عايز رز هنا يا تعالوا. او في حد مين دينا يا جماعة، دينا دينا جت تاني. لا انا كنت فاكرها دينا بس ما طلعتش دينا، اسمه ريان. ريان عربي. انا عايز 2 رز من غير صلصة. حاضر يا ريان، اعمل لك الرز. جيب البيض ارميه على القلت. شو البيض بس؟ ايوه اتكسروا كويس. يلا بس كده البيض اتحضر، خدتهوله في الكيس. ادي واحد، فاضل الثاني. وتفضل الطلب الثاني. شكرا انا جاي ثاني بكره. يلا مع السلامه. في حد ثاني كمان جاي هناك. دارا دي جت لنا قبل كده. الدور ده انا جاي بقى اطلب 2 رز سبايسي. يا سلام، على طول يجهزوا لك يا دارا. هي جات كانت اول مره جربت عندنا الرز، عجبها، قالت تجي تاخذ 2 سبايسي. عمي الصراحه عشان كده خلاني انا اشتغل، شافني موهوب قال تعال اشتغل هنا على طول. اتفضلي واحد. كاستمر اوردر سبايسي. يا غبائي، نسيت اخد الشطه. يا اخي الغباء ده يا اخي، كل شوي اعمل الحركه دي. يا عم يلا ضيعنا الموارد بتاعت محلنا على الفاضي. اتفضلي احلى رز سبايسي. يلا شرفتينا ونورتينا دارا. انا دلوقتي لازم اخلي بالي من الواد اللي كان جاله امبارح ده، جا وقف عند المحل وجرى. ده وقت جاي في الكهرباء تقطع. انا لازم اروح اشيك على العداد بتاع الكهرباء. يعني فين العداد ده؟ استنى، هو بيتهيألي بيكون برا صح؟ كويس خلينا نعمل العداد ونولع الاضاءة. مطول يا اخي. خلص اخيرا. عايز ايه ده؟ ليه واقف برا اصلا؟ انت عايز حاجة اساعدك فيها؟ انا عايز اشتري واحد رز سبايسي. فيش مشكلة، نعمل له رز سبايسي. كده جهزنا طبق الرز السبايسي، خلينا ندوله. تفضل. هل اقدر اكل هنا؟ تاكل هنا؟ ماشي، يعني هو ده اول مرة زبون يجي ياكل جوا عندي في المحل. تعال خش تفضل. في زبون تاني. انا عايز اشتري 2 سبايسي رز. ماشي على طول هحضره لك، خلينا نحضره. اتفضل يا عدن. انا لازم امسح الارض يا جماعه، ده ما خلصش اكل علينا، الا نكنس وخلاص. نكنس هنا برضه. هنا باين اخر بقعه صح؟ خلصت كنسه. والشخص ده مش عايز يمشي ليه؟ بطني وجعاني، عايز اروح الحمام. يلا اعمل له. طب فين الحمام ده؟ اروح فين؟ قام مره واحده. عايزه ينفع اطلب واحد رز تاني عشان انا ماشي؟ هعمل لك خلاص، استنى شويه خلينا نعمل له. يا جماعه ايه ده؟ مش بيتحرك اللاعب. في لاعب مش بيتحرك. ايه ده؟ عايز ايه؟ من فترة أنا كنت شغال أشوف جمالك من بعيد. يا جماعة هو ده المتعرج اللي كان بيستناني برا، ودلوقتي إحنا الاتنين مع بعض. أنت فيكتور؟ أيوة يا حبيبتي، أنا فيكتور. ابعد، أنا مش عارفاك، أنا ما بحبكش، ابعد من هنا. أنت عايز إيه؟ أنا عايزك أنت يا حبيبتي. ضربني يا جماعة، ضربني. يعني أنا كده إيه؟ وقعت. استنى نشوف ايه اللي هيحصل. شوفوا الكلب يا جماعه، يعني ده كله كان شغال يتفرج علي. هو ده اللي كان برا بقى. وكان مستنين. قفل المحل. انت هتعمل ايه؟ لا هياخد السكينه. فيكتور لا. فيكتور قوتنا يا جماعة. اوكي خلينا نكمل. في تلك الليلة تم التبليغ عن اختفاء فاليريا. شعر العم إيريا الذي طلب منها العمل في متجره بذنب شديد كان يبحث لوحده واتصل بالشرطة، ولم يجدوا فاليريا في أي مكان. النهاية الحقيقية. كده نكون خلصنا لعبة Obsessed نايت شيفت. بس يا جماعة في حاجة أنا في بالي. فاكرين لما أمي قالت لي سيب الشغل واقعد في البيت؟ لو كنت قلت لا كان هيحصل إيه؟ بصوا، لو عايزين أجرب النهاية الثانية قولوا لي في التعليقات. وكده نكون انتهينا. وخدوا لايك واشتراك، ما تنسوش، ده أهم حاجة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، ويلا سلام.